يعني لو احنا عندنا الاوضه بتاعه المرضى مثلا فور اكزامبل بتقول 14 متر، لا انا هعملها 20 متر. ليه؟ علشان الدكتور دايما الموجود ممكن يبقى معاه طلبه جايين يشوفوا الحاله او يشوفوا الدكتور بيكشف ازاي. اكيد التصميم في السعوديه مع المناخ المختلف بيبقى ليه شويه يعني كونسيدريشنز شويه في الديزاين بتاعه. وفكره اصلا المستشفى الجامعي اكيد برضو بتبقى ليها اشتراطات معينه او ليها حاجات معينه. المستشفى الجامعي بتبقى مختلفه عن المستشفيات العاديه. امم تمام. اولا بنكبر السبيسز بتاعت كل حاجه. يعني لو احنا عندنا الاوضه بتاعت المرضى مثلا فور اكزامبل بتقول 14 متر، لا انا هعملها 20 متر. ليه؟ علشان الدكتور دايما الموجود ممكن يبقى معاه طلبه جايين يشوفوا الحاله او يشوفوا الدكتور بيكشف ازاي او يعرفوا البروتوكول بتاع العلاج ماشي ازاي. ايوه. فكل الفراغات بتكبر. بيزيد عليهم تمام ان ساعات بيبقى في اوديتوريومز وكلاس رومز للتعليم في وسط المستشفى، لان ساعات الغرف دي بتبقى موجود فيها سكرينز موجوده تمام، بروجكشنز للعمليه اللي بتحصل دلوقتي، فيبقوا شايفين العمليه اللي الدكتور بيقوم بيها دلوقتي. في بيبقى في طلبه مع الدكتور جوه تمام في العمليه، وفي طلبه تانيين شايفين قاعدين في الكلاس روم شايفين على السكرين بيتفرجوا على العمليه بتتعمل ازاي. فهي دي الاختلاف ما بين المستشفى الجامعي والمستشفى العاديه. احنا معانا الصور بتاعه المشروع اهو. دي المستشفى الجامعي بتاعت رابغ تمام. وكان في السباين اللي ورا تمام، ده اللي بيوصل السباين ده كان اخره بيمشي. لو عايز بيتك يبقى ايطالي تعالى بانيو ديزاين. بانيو ديزاين، luxury design and lifestyle solutions.